طفل اطلع ازاي التاريخ بتاعه. احنا عندنا هنا تاريخ الاختبار اللي هو اليوم بتاع الاختبار، وعندنا تاريخ الميلاد، عندنا العمر. يا ترى هنا ده العمر الايه؟ ده العمر الزمني، عشان العمر العقلي اللي هيطلعه لنا الاختبار. تمام. طيب انا دلوقتي اما اجي احسب مثلا زي تاريخ ميلاد الولد اللي عندي هنا 23 وادي 10، كان وقتها يعني 23/10 1922 2022، وكان تاريخ ميلاد الولد 16/12/14. خدوا بالكم يا جماعة عشان في كوارث بتحصل في التاريخ، في ضبط التاريخ. خدوا بالكم كويس جدا، يعني بقدر المستطاع حاولوا تاخدوا بالكم، ركزوا معايا. انا دلوقتي عادي 16 ناقص 23 مفيش مشكلة، هتبقى عاملة كام؟ هتبقى عاملة 7. طب 12/10 ده شهر، 30 يوم دي سنة، 12 شهر. حلو كده لغاية كده؟ تمام. لما اجي انا استلف شغل بقى الاستلاف اللي هو بتاع الابتدائي ده، لما اجي انا هستلف من هنا دي هتبقى 21، وهستلف من هنا شهر، هستلف شهر على 10. انتوا معايا يا جماعة ولا ايه؟ حد يبين معايا ان هو معايا ولا اي حاجة، اي رياكشن كده. هو البث هيتحفظ لغاية ممكن بالليل او لغاية بكرة، هيكون موجود على الجروب ان شاء الله يا استاذ محمد. يا شباب انتوا معايا ولا ايه؟ تمام. دينا بس اللي ردت ما شاء الله، مش عارفة باقي ال35 واحد مش عارفين رايحين فين. تمام ماشي. تمام. لما اجي انا استلف من هنا، تمام. ايوه بستلف سنة من هنا على 10. تمام. ايوه عايزة حد كده يمشي معايا كده يا جماعة والله. بستلف سنة من هنا هتبقى 10، انا بتكلم من هنا من الشهر ده للشهر ده يعني سوري معلش، من هنا لهنا شهر 30 يوم، اما هنا السنة. تمام. اما استلف من هنا لهنا دي هتقل سنة هتبقى 21. ده هنا هيزيد 12 شهر على ال10 شهور هيبقى 22. تمام كده بالظبط كده يا فتون، دي هتبقى 21 برافو عليكم، ودي هتبقى 22. لما استلف 12 ناقص ال 22 هتبقى ال10، وال14 ناقص ال21 هتبقى 7. ده يبقى الطفل عنده ايه؟ عنده 7 سنين و10 شهور و7 ايام. يا جماعه خلي بالكم لان ايه؟ ايوه لا مش 40 ايه؟ ماشي تمام، يعني هنظبط يا شباب مفيش مشكله، يعني حوار البث ده بسيطه يعني ما تقلقوش. انا اهم حاجه عندي الاستفاده والله، اهم حاجه، ويعني هبقى مبسوطه اللي حابب يكمل معانا، لان بجد لسه في حاجات كتيره قوي عايزه اقولها لكم. لان يعني انا لما اخدت الكورس ده من حوالي تقريبا 3 سنين في رابطه الاخصائيين النفسيين، اما جيت اشتغلته كنت واخداه مانيوال، يعني انا خدته في الرابطه مانيوال. لما انا جبت الشنطه واشتغلته انا اشتغلته على اللي هو اللي فيه ابلكيشن. تمام يا فنون مفيش مشكله. فطبعا عشان تشتغلي ما بين المانيوال اللي انا درسته واخدت عليه الكورس للابلكيشن، هو الابلكيشن سهل، بس تجميع البيانات بتاعته عشان تطبقي عملي مش سهله.
فاحنا طبعا احنا لغايه ما نموت هنفضل نتعلم وما زلنا بنتعلم، بس الحاجات اللي انا اتعلمتها في الثلاث سنين دول هي فعلا بجد فرقت معايا بشكل قوي جدا جدا مع الطفل وانا بشتغل معاه، سواء كان وانا بشتغل معاه المقياس في الاختبار نفسه وانا بطلع له نتيجه. وده الاهم بالنسبه لي، ان اللي شغال يبقى فاهم هو بيشتغل ازاي، عنده المام بكل حاجه بقدر المستطاع، بقدر المستطاع. تمام يا شباب؟ تمام، الله ينور يا استاذ محمد. تمام، مفيش اي مشكله، انا مع حضرتك، انا معاكم يا شباب لغايه لما تقولوا تمام احنا زهقنا وزي الفل. ماشي يا شباب؟ يبقى كده خلاص العمر كده، ده العمر الزمني. بصوا بقى ركزوا معايا كويس عشان بس ايه، هنشتغل في كذا جزء دلوقتي عشان العمل باذن الله هنكمله المره الجايه باذن ربنا، باذن ربنا. حاضر يا جميله. ماشي تاني يا شباب، في حد هنا النت بيقطع؟ لا والله هو شغال عندي كويس، بس تمام هعمله تاني، هشرحه تاني على السريع. بصي يا مريم، بصي يا مريم، عندي تاريخ الاختبار اللي انا عملت فيه الاختبار بتاع الطفل، تمام، وعندي تاريخ ميلاد الطفل. حلو كده، ده مفهومش اي حاجه. ادي التاريخ بتاعه كان 23/10/2022، وتاريخ ميلاد الطفل كان 16/12/2014. حلو كده. انا عشان اطلع انا عايزه العمر الزمني، لان العمر العقلي هو اللي هيطلعه الاختبار، فانا ماليش دعوه بيه دلوقتي. لكن تمام، لكن دلوقتي انا اطلع انا النسبه دي ازاي؟ هطلع انا ال اليوم ده يوم، والشهر والسنه، ازاي هطلعهم ازاي؟ نيجي بقى نشوف. دلوقتي عندنا دي 23 و16 عادي، هنطرح عادي تبقى 7، ما فيهاش اي مشكله. دي انا لما باجي استلف، لو دي مثلا من هنا مثلا سي 10 مثلا 10، تمام، بعمل ايه؟ بستلف من دي واحد، هتبقى هنا هستلف شهر، هستلف من هنا شهر، هتبقى دي 30، هتبقى 40، فهطرح ال 16 من 40. انا بديكم مثال يعني، بس مش عايزه، عشان مش عايزه الخبطكم كتير. هيفضل موجود بس ممكن يقعد يومين او 3 بالكتير قوي، بعد كده هيتحذف من على الجروب. يعني انا بقول يومين 3 بالكتير قوي يا شباب، وبعد كده الفيديو هيتحذف من الجروب، اتفقنا؟ اللي عايز يجمع اي داتا من اللي انا بقولها يحاول يكتبها في الكام يوم دول عشان يقدر يستفيد منها بقدر المستطاع. يلا نكمل يا شباب. تمام، فكده كده دي انا مش هستلف من هنا حاجه، فهتنزل زي ما هي عادي 16 ناقص 23، وهنطرح عادي هتبقى زي الفل. ايوه بالظبط كده. لما باخد لما باخد الايام، لما بستلف اليوم، الايام دي لما بستلفها من الشهر بستلف شهر كامل 30 يوم وبضيفه على ده، وبعد كده بطرح. لما بستلف من السنه بستلف 12 شهر، 12 شهر. تمام كده زي الفل، برافو عليك يا توته. تمام ماشي. فكده ايه، خلاص ادي كده 23 وادي كده دي 16 وطرحنا دي 10. انا لما اجي استلف من هنا هستلف سنه كامله، فالسنه كامله هتبقى كام؟ 12 شهر. فلما يجيب 12 شهر على زائد ال10 هتبقى 22، فانا هطرح ال10 زائد ال10 سوري ال12 ناقص ال22 هتبقى 10 شهور. تمام كده. طيب دي بقت 21 ما بقتش 22 عشان احنا سحبنا منها سنه، فهتبقى ال14 ناقص ال21 هتبقى 7. كده يا جماعه في حاجه تانية ناقصه ولا معاكم؟ تمام الدنيا ماشيه؟ ابعتولي كده اي حاجه. النقطه دي واصله معاكم ولا فيها مشكله يا شباب؟ تمام تمام تمام، الله المستعان. ماشي يا شباب يلا نكمل. كده احنا طلعنا ايه؟ طلعنا العمر الزمني الخاص بالطفل، 7 سنين و10 شهور و7 ايام. نفتح بقى الكراسه بتاعتنا الجميله دي. طيب هو قال لنا 7 سنين، فين 7 سنين؟ دي من عندنا من 2 ل 4، دي عندنا من 5 ل 6، دي عندنا من 7 ل 12. طب هو عدى، ما هو مثال اهو، ما انا هشرح اهو والله، ما انا جايبه لكم اختبار طفل اساسا، ده بصي هتلاقي محلول فيها اهو.
يعني جايبه لكم الاختبار بتاعه. تمام. مثال تاني. ماشي حاضر. ماشي. مثلا سي النهارده كام؟ النهارده كام يا ولاد؟ ثواني كده. النهارده 3. ادي 3 مثلا دي 2002 2023، وكان فيها مثلا فوق نجيب اي طفل مثلا ايه 15 2015 مثلا 4 5 مثلا 10. يلا بقى. ايه تاريخ الاختبار وده تاريخ الميلاد، وعايزين العمر الزمني. ايه نعم يا هاجر، هو لازم نحدد العمر الزمني بدقة؟ ما يا جميلة انت لازم تطلعي العمر ده يا هاجر، لازم تطلعي السنة دي بالذات والشهر، عشان ده هيدخل في الفئة دي يا جميلة. ما انا لسه كنت هشرح، بس البنت في مين اللي قال توتا عايزة مثال تاني، فانا هشرح. ما انا كنت لسه هدخل في ده اهو، لازم دول هيدخلوا فيهم. فاستني انا هقول لك، استني ما تسبقيش، هقول لك انا هفهمك الدنيا. يلا تعالي بقى احسبوا معايا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. 10 ناقص 3 ادي يوم شهر ادي سنة. نعمل ايه؟ 10 ناقص 3 مش هينفع 10 ناقص 3، فهنسحب من هنا ايه؟ هنسحب ايه؟ 30 يوم. دول هيبقوا شهرين، لسه شهرين زي ما هم نقصوا شهر. ده 30 يوم، 30 يوم مع 3 هيبقوا 33. 33 10 ناقص 33 كام؟ هيبقوا 23. حلو كده؟ حلو كده. طيب الخمسة هنطرحها ازاي من الشهرين؟ هنستلف من هنا كام؟ سنة، دي هتبقى 22. فهنسحب من هنا ايه؟ هنضيف هنا 12 شهر على الشهرين، هتبقى دي زائد 12 شهر، هيساوي كلهم دول كام؟ 14 شهر. يبقى هنطرح 5 ناقص 14، هيدينا 5 ناقص 14 كام؟ هيدينا 9. طيب و15 ناقص 22 هيدينا كام؟ 7. كده يا ولاد تمام؟ هو ايه اللي 33؟ يا فنون ماشي. ما هي 30 يوم على التلاتة تبقى 33 ناقص 10 23. ودي كان عندنا استلفنا سنة كاملة، هتبقى 12 على الشهرين اللي كانوا هنا بقى 14. ف5 ناقص 14 ادت لنا 9، و15 ناقص 22 ادت لنا 7. تمام كده يا شباب؟ توتا كده فهمتي؟ اللي فهم يا جماعة كده المثال التاني كده ابعتلي. تمام الله يكرمكم.